ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما ابدا اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واقول لايك وتفعلوا الجرس وتخشوا تشتركوا في القناه، عشان انا قلت لكم 1000 مره انا مش هكبر غير بفضل ربنا وبفضلكم. فادعموني كده عشان القناه تكبر، حتى تبقى 1000، يعني 2000، تبقى حتى ماسكه نفسها كده ان انا اتشجع بيها، لان انا بحب قناتي والله. والله العظيم انا ما مش بفرض رايي على حد، بس انا بقول بالحب. يعني انا بحبكم، فكبروا لي قناتي كده عشان نكبر مع بعضينا، وتشتغل القناه يعني وتدعم وكده. يلا انا هوريكم الشغل اللي انا عاملاه، بشجعكم. انا بغريكم اهو، انا بغريكم بالبرتقال الاورانج. بصوا دي بتاعت مناديل، دي بتتفتح من هنا وتخش فيها علبة المناديل، مش علبة بقى، اللي هي اكياس. دي واحدة برضو ايه، نبيتي، هي عبارة عن قشر سمك والتنتيلا يعني اللي فيها. دي حمرا اهي. بغريكوا، انا بغريكوا حتى عشان لايكات كده، لايكات يعني. انا هوريكوا برضو هي بايه وانا بدخلها. دي بتاعت المناديل، بقى تمنها 15 جنيه دلوقتي، اللي كانت عامله يعني كانت ثابته بقالها سنه على 10 جنيه. اللي باجي من الناحيه المقفوله اقوم حطاها. دي بتتحط بقى ايه، على تسريحه، على ترابيزه. بصوا 5 ماء ايه. اهي لسه بقول له والله. انا بغريكوا عشان يعني تشتركوا في القناه، بغريكوا اهو، انا بقول لكم على الحقيقه. 5 ماء زي فيفي عبد، 5 ماء اهي. يعني طبعا احنا قاعدين في الانتريه، طبعا فرشين بقى ترابيزه وحاطينها بقى، عندنا برد ولا حاجه بقى نقعد ناخد بقى منها ونسحب اهو. اهو جميله والله العظيم، جميله. خليها هنا هديه عشان بغريكوا اهو. هنا برضو مخده اللي هي الفرو. على فكره المخده دي في المسكي بتتباع ب100 جنيه، المخده بس، من غير الفايبر اللي جواها. المخده بس انا بعملها ب70، وبالفايبر بتاعها ب100 مقفوله، وببيع منها والله كتير، عشان برضو اللي عايز ايه، يعني يشتري ولا حاجه برضو يكلمني ويتواصل معايا وياخد. ايوه انا هركن كده، وادي واحده تانية اهي. وادي دي، على فكره دي حلوه للركنه، ان كل واحد يعني ايه، عايزه تحطي من كل مخده 2 شكل واحد، حطي كل مخده لون واحد برضو حطي. ودي برضو انا عاملاها من غير بتاع دوت فرو، قشر سمك اللي هو القليه. قليه جميل 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 والله. انا مش بقول جميل عشان ده شغلي ولا حاجتي، انا بقول جميل باللي ما يرضي ربنا والله، مش عشان بقى انا اقول ايه انا بحسن شغلي بضاعتي والكلام ده، لا والله العظيم. والله يمكن انا يعني في المنطقه اللي انا اللي قاعده فيها يعني اشهر خياطه فيها، لان هم بيسموني الفنانه، اني يعني بقعد طول ما انا قاعده ابدع شغل جديد، انشط شغلي واطوره كده يعني. ودي اهي 5 موا. على فكره انا بحب فيفي عبده قوي. اهي
جميله جميله. يعني لو الركنه حطينا منها 8 مخدات كل واحده شكل شكل شكل، هتدي منظر كده وتدي حياه للاوضه وللانتريه وللركنه، تديكي حياه جديده. يعني هو كل الحياه تعبانه والناس تعبانه وكل حاجه، بس احنا بنقول الحمد لله. اي حاجه بتبقى فيها تغيير لو هي حتى لقطه صغيره. وكله كوم، والبونبونيه بتاعتي كوم تاني. نيجي بقى هنا ايه للتقيل. التقيل انا جايه لكم هو التقيل. طبعا انتوا عارفين كذا مره ان انا بعمل التقومه اللي هي قشر السمك، اللي هي ده عرايسي. ده الملايه بتبقى عباره عن تل من تحت منفوش وبطانه تحتيه وقشر سمك والشغل بتاعه. على فكره طقم السرير كنت الاول بعمله ب 400 جنيه، دلوقتي عامل مقفل ال 450 والله، عشان طبعا الغلا. انتوا عارفين طبعا الغلا اللي احنا عايشين فيه. بس والله والله مش شكرانيه. طقم السرير جميل جدا، جميل جدا. يعني عايزه احسن حد يقول لي كنت بتخمسي ولا حاجه، ولا تقولي خمسه خمسه ولا الكلام ده. لا على فكره انا بحب فيفا عبده، عشان كده بقعد اقول طول ما انا قاعده خمسه ومواه. حتى لما حد يكلمني اقول له انا بحب خمسه ومواه. دوت الاحمر. جميل 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 جميل. خمسه جميل اهو. اهو جميل والله العظيم. ده الاوف وايت. على فكره الاوف وايت على فكره يعني ده لو اتفرش يوم صباحيه يوم الدخله هيبقى شكله جميل وروعه روعه. يعني قشر الصدف ده جميل 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 في فرشه والله العظيم، عشان نفسي بس جميل في فرشه. عايزه اقول لكم، ولا طول ما انا قاعده ولا طول ما انا ماشيه في المسكي بقعد افكر في حاجات جديده كده. والله بقعد افكر في حاجات جديده، ان انا ازاي اطور الشغل بتاعي وازاي اطور الحاجه بتاعتي. اللي بيحب المكنه ده بيبقى من عشاقها، يعني يفكر في اي حاجه يعملها عشان خاطر ان هو ايه يكبر النشاط بتاعه ويشغل دماغه، شغال الجمجمه كده، عشان خاطر ايه تعرفي ان انت تبدعي اي حاجه جديده وشغل جديد. فبلاقي نفسي طول ما انا موجوده على المكنه بحس ان انا عايزه اعمل حاجه، اعمل شغل جديد، ملايه جديده النهارده، حاجه جديده. وانتوا شايفين اهو بسم الله ما شاء الله الشغل جميل. ده عروسه، يعني هخلص العروسه دي وابدا برده في عروسه تانية ونفس الالوان ديت برده، وفي الوان تانية برده احنا هنخلطها. يعني ايه هنعمل اطفال بالساري برده. الاطفال بالساري ده هوريهولكم بعد ما يخلص. جميل 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 جميل. خمسه جميل والله اهو. وكله كوم، والبونبونايه دي كوم تاني برده اهي. اهي على فكره البونبونايه دي ب50 جنيه. يا بلاش، مبقاش في حاجه ب50 جنيه دلوقتي، يا بلاش. وده طقم برده بالساري، انا وريتهولكوا قبل كده على فكره. جميل برده. والتقومه اللي جايه دي في تقومه هتتعمل منها بالساري جميله برده. دي الخداديه بتاعتي. وعلى فكره برده النهارده ايه وانا قاعده قلت يا بنتي يا هند اعمل ايه. قعدت حطيت ايدي على خدي كده وقلت انا عايزه اطور في الخداديه واطور في الشغل بتاعي. ففكرت ان انا اعملها بالساري وادور ورده كبيره واقوم حطها في النص تبقى عامله زي المفرش. هو يبقى ملاي السرير بس عامل زي المفرش بالظبط. ففي نفس الوقت انا بحب ايه اطور شغلي واخليه جميل. فعايزه اعرفكم ان الانترهات والشغل. على فكره بعمل حاجات حمام من جميله اللي هي اللي بتبقى جايه على النت دي. بس كمان مش شكرانيه في نفسي والله، انا كمان بطورها عن حاجه النت، يعني عن الحاجه اللي بشوفها في النت اللي بتنزل ال الحاجات الحمام الامريكي والبانيو الامريكي والحوض الامريكي. الحاجات دي كلها بالتنتله انا بطور فيها.
بحب اروح حاره المزين دي اللي في الموسكي، مليانه كلى، ببقى قاعده بقى ابص على بس. ف يعني كل ما بنطور حاجه للاحسن بتبقى جميله، وكل ماده بتبدعي انت في التفنين. اصل الخياطه دي زيها زي التفنين، زي الفنان لما بيجي يرسم حاجه مش بيتقال عليه الله لما تكون الحاجه جميله؟ نفس القصه الخياطه برضو، ونفس القصه ان انت كل حاجه بتطوري فيها وتخليها شكلها جميل بتعجب اي حد. فانا عن نفسي لما بتيجي تطلع الحاجه قدام تحت من ايدي جميله بتعجبني، لو الحاجه طلعت مش حلوه ما بتريحنيش، برجع افك تاني وافنن في دماغي تاني ان انا اعدلها. ف... فانتوا بقى تكتبوا لي بقى في التعليقات اذا كان شغلي عجبكم ولا مش عاجبكم، قولوا لي بصراحه كده. والله بصراحه انا مش هزعل على فكره لو الحاجه طلعت مش حلوه وانتوا مش عاجبينكم وانتوا بتبالغي فيها، اكتبوا لي قولوا لي برضو، انا مش هزعل. فلو حاجه عجبتكم بقى لايك بقى واشتراك وتفعلوا الجرس، وحياة البونبونية الجميلة دي يعني. فأشوفكم بخير.